عايز أشرح لكم النهاردة حاجة مهمة جدًا وهي غسيل الأنف، خصوصًا وإحنا مع دخلة الشتا والأطفال بييجي لها رشح كتير وبرد، فمن أفضل العلاجات اللي بنقدمها للأمهات هو حاجة اسمها غسيل الأنف، لازم مناخير الطفل والجيوب الأنفية اللي هي الفراغات اللي جوه العضم دي بتكون مليانة إفرازات كتيرة جدًا لازم نفضيها، الطفل بالبلدي كده بيبقى عاوز ينف مش عارف ينف، وبالتالي غسيل الأنف حاجة سهلة آمنة، الأمهات اللي بتخاف ما لهاش أي سبب، مش عارف ليه بتخافي، الموضوع ما يستاهلش أصلًا. وبالتالي لازم تتعلمي كويس جدًا غسيل الأنف، أنا هاعلمِك إزاي تعملي غسيل الأنف والوضع اللي بنستخدمه في غسيل الأنف. إحنا بنستخدم طبعًا محلول الملح اللي بتتباع في الصيدلية، ممنوع أجيب حاجة غير محلول الملح، ما ينفعش أعمل مَيّة، ما ينفعش أعمل برينجر، ما ينفعش أعمل جلوكوز، لازم محلول الملح اللي هو في الصورة اللي أنتم شايفينه ده، خلاص؟ ده أولًا، ثانيًا بنعمل بالشفاط أو بالسرنجة، لو الشفاط نوعه كويس أوكي، لو الشفاط بيضرب في إيدِك ومش كويس، بنستخدم راس الشفاط اللي مش كويس ونحطه على سرنجة ونغسل بيه، ده بيكون أفضل حتى من الشفاط اللي هو الكويس. عندنا وضعين، يا إما لو الطفل صغير بنعمل والطفل نايم على جنبه في الفتحة اللي فوق بنغسل، أو لو الطفل كبير شوية وده أفضل بناخده في الحوض أو في الباسكت وهو في وضع القاعد أو مايل لقدام شوية زي ما أنتم شايفين، وبنغسل الطفل مناخيره بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، بنخرج كل الإفرازات اللي في مناخيره وبعد كده بنخبط على ضهره بالراحة خالص ونمسح بمناديل، الموضوع ما بياخدش ثواني وبسيط جدا وآمن جدا.